كتير بنقابل في حياتنا أنواع كتير من الأشخاص ما ينفعش معاهم إلا التجاهل. فمثلا النوع اللي بيتكلم علينا ورا ظهرنا، في الحقيقة الأمر مستفز، بس تجاهل كل اللي يتقال عليك ورا ظهرك. يكفي إنهم قدامك ساكتين، ما تبررش لأي حد ياخد عنك فكرة وحشة، خليه ياخدها ويمشي الحال سبيله. وفي نوع من التاني من البشر، ده اللي بيوجه لك انتقادات في وشك. كمان النوع ده لازم تتعامل معاه بالتجاهل. في قاعدة بتقول إن رأي الناس فيك أو نظرتهم ليك ده ما يعبرش عنك خالص، ده بيعبر عنهم هم، لأن كل واحد بيشوف الأشياء حسب منظوره، وكل واحد بيرى الناس بطبع عينه. فمثلا إذا كان الشخص السلبي في أفكاره أو حياته، فأكيد هيبقى وجهة نظره فيك هيبقى فيها نوع من السلبية، ومش هيشوف فيك شيء جميل على الإطلاق، لأنه بيدور على عيوبك وبس، وده اللي بيشوفها واضحة، وبالتالي هيفرغ فيك كل طاقته السلبية. والنوع ده كمان لازم تتعامل معاه بالتجاهل. أما الشخص الإيجابي أكيد هتعرفه من كلامه، لأنه دايما هيكون رأيه إيجابي، وحتى إذا انتقد عيب فيك بيكون انتقاد بناء بطريقة كويسة، ما يجرحش فيها مشاعرك، من باب النصيحة لا أكتر. نصيحة: ثق بس في آراء الناس اللي محدودين، وما تديش الفرصة لكل من هب ودب إنه يدخل في حياتك، لأن غالبا الأشخاص اللي بنثق فيهم بتكون الثقة مكتسبة عن عشرة أو قرابة، وغالبا الأشخاص دول بيكون رأيهم بعيد عن التجريح أو الإنقاص منك، حتى وإن كانت انتقاداتهم بتكون من باب المحبة ونفسه إنه يشوفك أحسن. فتجاهل الانتقادات وآراء الأشخاص السلبيين، وما تدخلش نفسك في دوامة الأفكار السلبية والأسئلة: هو قال الكلام ده ليه عني؟ هو أنا فعلا كده؟ هو أنا كان يقصد بيا بالكلام ده؟ هو أنا كنت كده بالفعل؟ اتعلم إنك تكون رحيم بنفسك. أيوة، ارحم نفسك. مستحيل إنك ترقى لمستوى توقعات الجميع. اتجاهل الانتقادات، خليك واثق في نفسك، وما تخليش كل كلمة من حد علاقته بك سطحية تهز كيانك. في الحقيقة لو فكرنا شوية هنلاقي إن معظم اللي بيشغل تفكيرنا هي حاجات تافهة وسطحية ممكن نتجاهلها وما نقفش عندها. عشان كده أي حد عاوز راحة البال وإنه كمان يعيش في سلام نفسي يتعلم إزاي يتجاهل. ومش كل كلمة بنسمعها من حد بتستحق الرد عليها أو التفكير فيها، ومش أي سؤال لازم أرد عليه. في أسئلة لازم نرد عليها بفن التجاهل، ومش أي نقاش هيكون وجهة نظرك الصح هي المنتصرة في الآخر، لأن بعض الأشخاص هيحولوا الاختلاف إلى خلاف. هنا بقى أنسب حل إنك تتجاهلهم. كن على يقين إن التجاهل بيشعل النار جواهم، لأنهم منتظرين منك ردة فعل، وتجاهلك هيحسسهم بالإهانة. قبل إساءتهم بابتسامة خفيفة وثقة عالية. ببساطة التجاهل هيغير حياتك كتير. حاول تتجاهل سلوك فلان أو كلام علان عشان تكسب راحة بالك وسلامك النفسي. لو اتعلمت فن التجاهل اتأكد إنك هتتخطى نص المشاكل اللي بتقابلها في حياتك بكل سهولة. وفي النهاية فلا تتنازع مع السفهاء ولا تتجادل مع الجاهلين. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم.